الجزائر استقبلوا نهضة بركان على الطريقه المغربيه بالتمر والحليب، وهذا الشيء بعد ما خسروا قدامها ب4-0 في مباراه الذهاب، وبركان وراتهم علاش قادوا ان السبب ماشي هو الخريطه ولكن قوه الفريق. دابا الصحافه الجزائريه كتغوت بغينا الريمونتادا على الفريق البركاني، بغينا نربحوهم ب10 الاهداف باش نردوا الاعتبار للجزائر، ولا غير نجيبوا التعادل ونكملوا ببيلانتيات ومتاكدين اننا غنغلبوهم. قالوا ان الفريق ديالهم في اول مباراه ملي خسروا ب4 الاهداف هو اللي كان ناقص، وما قالوش ان الفريق البركاني هو اللي كان واعر واستطاع انه ينتصر عليهم، ودابا الحلم ديالهم هو ينتصروا بنتيجه كبيره. وقالوا اننا غنقريو المغاربه الكره ونوريهم قسطنطين علاش قاده، والجماهير ديالهم قطعوا كاع لي تيكي وغيعمروا المدرجات، وقالوا انهم غيكونوا سبب في الريمونتادا على نهضه بركان، ونساو ان الفريق البركاني يقدروا متاكد انه غينتصر عليهم في الجزائر. واخا يديروا اللي داروا، واخا يعياو ما يغوتوا بركان هي اللي غتنتصر، ولكن هما ما رضاوش وقالوا العام اللي فات قلنا اننا غنسحبوا بسبب الخريطه، ولكن هذا العام باش من وجه غنتلاقاو مع الكاف نقولوا اللي خسرنا ب4-0 في الذهاب ونخسروا عاوتاني في الاياب. دابا كاع المنابر الصحفيه ديالهم كتاكد على الفريق انه خص يدير ريمونتادا، يصحاب ليهم الفريق ديالهم هو الريال مدريد والمدرب هو انشيلوتي. ما عارفينش ان بركان هذا العام هي اللي خدات البطوله المغربيه وقادة تنتصر على اقوى الفرق في افريقيا كامله، وهي باغا تزيد تنتصر على الفريق الجزائري، حيت ما مشاتش الجزائر غير باش تلعب وترجع، ولكن مشات باش تشرف الدرابو ديال المغرب وتجيب الانتصار.